اكتر مسلسل منتظر في موسم رمضان 2024 وهو مسلسل الحشاشين من بطولة واحد من اهم الفنانين الموجودين حاليا في الوطن العربي، الفنان كريم عبد العزيز، وايضا يضم مجموعة كبيرة جدا من النجوم وهنذكرهم طبعا بعد الانترو. وانا ما شفتش التيزر حتى الان وهشوفه معاكم لاول مرة، ولكن شفت طبعا على الفيسبوك وكمية الناس اللي مشيرين الكادرات الجميلة بتاعة التيزر اللي هو يتكون فقط من 40 ثانية. فهنتكلم اكتر واكتر عن مسلسل الحشاشين وهو عبارة عن ايه وكل الكلام ده. بس قبل ما نبتدي الحلقه بتوع افلام، اتمنى ان انتوا تظبطوني لايكات كتيره جدا 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 وشير وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. وطبعا لو انت مش مشترك في القناه وعجبك المحتوى وعجبتك الحلقه، اتمنى طبعا انك انت تشرفني وتشترك في القناه. وطبعا اوعوا تنسوا كل اخواتنا اللي في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع. هسيب لكم لينك التبرعات لاخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام مسلسل الحشاشين من بطوله مع حفظ الالقاب للجميع كريم عبد العزيز، احمد عيد، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، ونيكولا معوض. المسلسل من تاليف المؤلف المميز عبد الرحيم كمال، وطبعا المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال عشان انتوا عارفين اهم حاجه في كل حاجه انا بالنسبه لي الكتابه. اهم حاجه الكتابه، عنصر الكتابه. هو ليه اعمال مميزه جدا 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 في الدراما المصريه، زي مثلا مسلسل خواجه عبد القادر مع الدكتور يحيى الفخراني، وايضا برضو مع الفنان يحيى الفخراني قدم مسلسل ونوس اللي يعتبر واحد من انجح المسلسلات واشهرهم اللي كانت موجوده في الموسم بتاعها في رمضان. وايضا مسلسل اهو ده اللي صار، ويعتبر اخر اعماله الدراميه الناجحه جدا كان مسلسل جزيره غمام اللي نزل سنه قبل اللي فاتت. وطبعا كل اللي انا بتكلم فيه ده تحت قياده المخرج المميز اللي يعتبر واحد من انجح المخرجين الشباب الموجودين في الساحه، المخرج بيتر ميمي. طب ايه يا ابو حميد الحشاشين دول وايه كل حاجه؟ طب تعرف ايه عن المسلسل؟ انا غالبا عملت حلقه قبل كده عن المسلسل السنه اللي فاتت، ان هو كان المفروض، انتوا عارفين المسلسل ده كان المفروض ينزل رمضان اللي فات، ولكن طبعا نظرا لقله الوقت وان المسلسل محتاج مجهود كبير جدا فاجلوا المسلسل لامتى؟ لرمضان 2024 اللي هو هينزل باذن الله كمان 3 اسابيع. ولو تفتكروا السنه اللي فاتت اول ما خلص الموسم الرمضاني على طول نزل التيزر الاولاني بتاع مسلسل الحشاشين. فهم بيشتغلوا على المسلسل ده بقالهم اكتر من سنتين وشغالين، واضح ان الشغل هيجيب نتيجته. ليه؟ لان المسلسل ده يعتبر من اكتر المسلسلات المنتظره، واكتر مسلسل يعتبر كل الناس متنبئه ان المسلسل ده هيبقى هو الانجح والاشهر والاحلى في 2024 من قبل ما يبتدي، نظرا ان في عوامل كتيره جدا من اهمهم طبعا نجم الشباك اللي يعتبر انجح ممثل في مصر حاليا النجم كريم عبد العزيز، وطبعا ان موجود الفنان احمد عيد وفتحي عبد الوهاب، وهنشوف مباريات تمثيليه ما بين الثلاثه. والعوامل الثانيه ان طبعا كلنا عارفين ان المسلسل ده بقاله سنتين بيتعمل، فطبعا منتظرين بقى تعب السنتين ده هيطلع عامل ازاي، خاصه ان انتوا عارفين ان اغلبيه المسلسلات الرمضانيه بتتعمل في اخر 3-4 شهور من رمضان او قبل رمضان ما يتعمل ب3-4 شهور وكده. فده عمل فني واضح ان هم تعبانين فيه جدا. ده غير طبعا ان المسلسل قصه حقيقيه. مسلسل طبعا ناس كتيره جدا عارفين ان المسلسل ان هو قصه حقيقيه عن حسن الصباح اللي هيقوم بدوره كريم عبد العزيز، والاحداث هتدور في غالبا اللي هو فتره 480 هجريا يعني بالتقريب، لان حسن الصباح برضو مكتوب بالتقريب ان هو اتولد 430 هجريا. طب مين يا ابو حميد حسن الصباح ده؟ حسن الصباح ده هو صاحب او هو عمل طائفه اسمها طائفه الحشاشين. طائفه الحشاشين دول ايه؟ هو بيوهم الناس وبيقعدهم في قصر. انا دي بقى عايز اشوفه بالفيجوالز هتتعمل ازاي. يقعدهم في قصر وحياه جميله وكل واحد مبسوط وحياته احلى. انا مش عايز اتكلم اكتر واكتر، ولو انت عايز تعرف اكتر ومعلومات اكتر عن الحشاشين بس يعني اتمنى لو انت ما تعرفش اي حاجه تتفرج على المسلسل وبعد كده تعمل سيرش، زي ما انا اغلبيه الاعمال القصه حقيقيه بحب انا اتفرج على العمل بعد كده ايه اسيرش انا بقى فيما بعد. ولكن لو عايز تعرف اكتر واكتر اتفرج على حلقه الدحيح بيتكلم عن الحشاشين وبيتكلم عن القصه كلها من اولها لاخرها. فهو ده اللي انا اقدره لكم على معلومات مسلسل الحشاشين لغايه دلوقتي يا بتوع افلام. ونبتدي بقى نتفرج على التيزر اللي هو اغلبيه الكادرات انا شفتها في بوستات. فيلا بينا نخش نشوف التيزر. يلا بينا بتوع افلام. هو 52 ثانيه ماشي اوكي، بس هتلاقي 62 ثانيه في الاخر دي اللي هي ماشي. 5 4 3 2 1.
زي ما قلنا. بصوا يا جماعه احنا قدام يا اما ملحمه دراميه خطيره يا اما ايه يا اما حريم السلطان. بس حريم السلطان عجب ناس كتير يس. بس هو وحش يعني الناس بقى برضه كانت بتتفرج على المسلسلات التركي دي، بس كان لو تفتكر ساعتها هم كانوا مشهورين بالمط والتطويل والفرش. ايوه في بس انا بقى اللي قلقان منه ممكن يكون حوار ال 30 حلقه. انا خايف يحصل ملل في النص، بس من اللي احنا شايفينه لغايه دلوقتي احنا قدام زي ما بقول لك يا اما ملحمه يا اما زي ما مهاب بيقول كده مسلسل حريم السلطان، بمعنى ان انت هتشوف بهرجه حلوه. بالرغم ان انا اعترض على مهاب ان حريم السلطان انا ما شفتوش، بس ناس كتيره بالملايين حبوه، انا ما اعرفش. بس انت بتتكلم في المط ماشي تمام. فاتمنى انا هبقى في الجانب الايجابي ان شاء الله يبقى المسلسل ده ملحمه، لان احنا عايزين نشوف ملاحم وعايزين ننبسط في رمضان نتفرج على عمل درامي حلو. فانت من الاول كده مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم انت واضح من المسلسل ان كريم عبد العزيز فيلن طبعا، صاحب الطائفه الحشاشين دي. من اللي انا بحكي لك ان هو بيخلي اللي بيبقى معاه في الطائفه يظبطه جدا ويدوقه، يعني يقول له دي الجنه بتاعتي القصر ده وكده. وواضح من الاعلان ان هو بيقول ان هو عايز يخلي الخوف يبقى في كل القلوب، ينشر الخوف في كل القلوب، ولو حد بقى ضد الطائفه دي نموته بابشع الطرق. فاحنا قدام شخصيه، وخدوا بالكم حسن صباح ده يعتبر من اكتر الشخصيات اللي ممثلين تقال، ممثلين بمعنى الممثلين التقال اللي بيحبوا يمثلوا جدا كان نفسهم في الدور ده. يعني الدور ده مثلا طارق اللطفي انت شوف قهرته قد ايه وهو بيتكلم مره من المرات ان هو امنيه حياته ان هو يقدم دور حسن صباح. واحد برضو ممثلين مهمين جدا من اكتر الادوار اللي كان نفسه يعملها في حياته دور حسن صباح هو الفنان باسم سمرة، واعترف ده برضو في فيديو او في لقاء انا فاكر ان هو قاله برضو قريب. فالدور ده هيبقى تحدي لكريم عبد العزيز، خاصه ان هو هيقوم بدور واحد انت المفروض تكرهه على مدار 30 حلقه. منتظر بفارغ الصبر، منتظر عايز اعرف دور احمد عيد ايه، عايز اعرف دور فتحي عبد الوهاب ايه، لان دول اكتر 3 انا منتظرهم في المسلسل. وممكن يطلع واحد من الادوار او الممثلين الموجودين دول يبقى برضو الحصان الاسود بتاع المسلسل. وكده كده قولوا لي مين الحصان الاسود بتاع المسلسل ده، سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وايضا هسال سؤال اخر للحلقه، هل متوقع ان مسلسل الحشاشين هيبقى ملحمه ولا هيبقى مسلسل فيه بهرجه كتير وشغل عالي كتير ولكن ممكن ما يبقاش على قد مستوى البهرجه دي؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات. والسؤال الاخر، هل من الاخر كده مسلسل الحشاشين هو اللي هيقش من الاخر كل المسلسلات اللي هتنزل في الموسم ده؟ سيبوا لي برضو رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى ان انتوا تظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، ده لو عجبتكم حلقه طبعا. واتمنى طبعا لو انت مش مشترك في القناه، وتشرفني انك انت تشترك في القناه بعد اذنك طبعا، ده لو عجبتك الحلقه طبعا. واوعوا تنسوا اخواتنا في جميع الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع لاهلنا واخواتنا في غزه. هسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.